في البطنه دي اللي كان بيمتحنني شفوي دكتور والله حتى فاكر اسمه، وانا عادي انا عندي ثبات انفعالي وقاعد عادي مني، كنت بحضر يعني بدي كورسات وكده فعادي بعرف اتكلم، ودخلت وقعدت قدام الدكتور وازيك يا عبد الحمد لله وبتاع، يعني انا ما كنتش متنشن، الشخص اللي ببقى خايف فين البلطو بتاعك نسيت او معنى صح ضيق عليا تخين فما بلبستوش، وهو يضحك هم يعني هم انت متخيل كل اللي داخل خايف، فانت واحد جاي بتهزر معايا وبتتكلم. قعدت العيان ده عنده ايه؟ فبيقول لي كشفت على العيان؟ قلت له لا. سالت قلت له، قال لي طب اكشف. قلت له يا دكتور مالهاش لازمه المسرحيه، كلنا عارفين ان احنا هنعمل 1 2 3 4 والتكنيك هو احنا هنعمل كذا وكذا ولو طلعت دخلت ومش عارف ايه، فالكلام ده هو شاف مني صراحه غريبه، انا ما اعرفش درجتي كام صراحه، ما اعرفش ان هو اداني كام في البال، بس كانت اللجنه خفيفه سهله الدنيا تمام لمجرد بس انك عارف تتعامل. فانا وصلت لمرحله ان انا لما خرجت قالوا لي يا ابن الناس دكتور عامل ايه؟ قلت له والله كويس تمام، يعني اللي انت خارج اللي مقابلك بره بيسالك انت عامل ايه بقى في اللجنه؟ قلت له كويس الحمد لله. لا ما بيسالكش انت عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الدكتور عامل ايه؟ لا الدكتور كويس برضه الحمد لله يا عم. عامل ايه؟ لا يعني الدكتور شديد رخم مش عارف ايه. قلت له والله عادي كلمنا عادي. كنا بنتسايل. طيب اللي سالك في ايه؟ قلت له سالني في الحاله اللي جت اللي انا دخلت عليها كشفت عليها. قال لي كانت حالتك؟ قلت له مثلا تستيكولار هيرني. طيب والدكتور سالك في اسئله؟ قلت له سالني كذا والتكنيك عامل ايه وعملت ازاي وتكشف ايه وقلت له كذا. قال لي انت قلت كده لرئيس القسم؟ قلت له هو ده رئيس القسم؟ ماشي. الدكتور عبد السلام عليك بس وخلص. فهي الفكره كلها انا ما اعرفش مين اصلا، لان انت بتخش الجامعه الدنيا سهله فيها والدكاتره اللي على مزاجك هتسمعهم. لو انت عايز تذاكر وتستفاد هتستفاد حتى لو انت بص قاعد على قعده الحمام، سوري في التشبيه بس هي كده، من تليفونك كده تقعد تسمع وتستفاد عادي وانت قاعد بتستقان ياسر. ما بقتش لازم تروح في حته، هي الحاجات كلها بيجي لك لحد عندك، وده رجع على حتت ثانيه بالسلب. ليه؟ لان احنا كنا وصلنا لمرحله ان احنا بنعامل الدكاتره زي فاصل طماطم، بمعنى ان هم كتير يا دكتور كذا بنفسه. يعني مثلا في الجراحه بنسمع دكتور علي حسين جده علي، شوت اوت لدكتور علي، شوت اوت تقول له دكتور هو بيسلم عليك. دكتور علي حسين مثلا في الجراحه كنا بنسمع برضه دكتور ثاني في الجراحه ودكتور ثالث في الجراحه، يا احنا كنا بنسمع لدول. مثلا عندك مثلا دكتور في البطنه بدون ذكر اسماء، لان في دكتور انا بحبه والله العظيم انا عندي مشكله في تذكر الاسماء بس والله ناسي اسمه. في دكتور ثاني مثلا ده كنت بسمعه عشان بيبصمج بيظبط لي البصمجه، لان منهج البطنه تم 12 كتاب، فانت ممكن تخش الامتحان ناسي كتاب مش ناسي شابتر، ناسي كتاب. فمحتاج تفهم كويس وحاجه تسكم لك تظبط لك الحفظ. انا ممكن اعتمد على الفهم، يعني انا اخش الدكتور افهم منه. في دكتور تاني كان بيسكم لي، كان بيديني المنهج كده في زيتونه زي ما احنا بنقول. وعلى فكره كل الطرق بتاعه المذاكره وكل الحاجات دي كلها انا اصلا بطبقها معاكم اصلا في كورس ثانويه عامه علشان انا اتعلمت من ده. فانا مش عاوز ان انا دكتور هو بقى، لا انا عايز معاه واحد تاني عشان يعمل لي كذا، واحد بيحل. لا تلاقيني بشرح بسكم بحل بعمل لك الخرايط وبنحل كتير كقصد اكثر من مصدر وبنحل صح وبنذاكر صح، بس اللي يسمع الكلام ما بتوصلش لمرحله اللي هو ايه نفس النظره اللي انا بصيت لها ان يعني الدكاتره بقوا عاملين زي الاقفاص الطماطم. اختار الطماطمايه اللي ايه اللي على مزاجي. والله طماطمايه ما عجبتني مش مجرد انها وحشه، لان انا اللي مرقوع خدت الطماطمايه دي ولقيت نفسي راكمت كتير هبدا مع الطماطمايه دي. شفت الفكره؟ والله الطماطمايه دي عملت عرض فاروح سايب الطماطمايه اللي انا معاها واروح. هو اتعاملت كده. فشفت ميزه الاونلاين انها وفرت معايا وقت، جابت لي المحتوى اللي انا عاوزه والدكتور اللي كنت اتمناه لحد عندي، وفجاه كله بقى عندي، فكله بقى يتعامل معامله ايه الطماطمايه.